الوغ المغاربه الزوينين داخل وخارج ارض الوطن، مرحبا بكم معنا ودائما في صفحه مجده ازناك اوفيسيال. مرحبا بكم حنا في فيديو جديد ودائما في مدينتنا، مدينه البهجه، بهجه البهوج، مراكش الحمراء. كيف ما عودتكم ديما كنديكم البلايص اللي ما كيعرفوهمش بزاف ديال الناس، كنبغي ديما نوريكم شي حوايج اللي ما كتعرفوهمش. حنا في مدينه البهجه دابا كنتواجدوا في واحد المنطقه، في واحد البلاصه اللي هو واحد الفندق من اقل الناس اللي كيعرفوه، قليل اللي كيعرفوا عليه هذه المعلومات. وانا جبت لكم معلومات زوينه ورائعه اللي كنقول لكم كل شيء يجي ويقلب على هذا الفندق. فندق اللي هو فندق الميزان. علاش سموه فندق الميزان؟ لانه كيتواجد فيه واحد الميزان اللي هو كبير وقديم وعنده واحد التاريخ طويل وعميق الحمد لله. وجمع المعلومات اللي غادي نقولهم لكم دابا. حنا كيتواجد معنا الاخ منى رشيد. منى رشيد مرحبا بك. مرحبا خويا، بارك الله فيك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بك معنا. لا يحفظك اخويا منى رشيد. الحمد لله بارك الله فيك. الله يعز بك. اذا حنا كنتواجدوا في فندق الميزان. ايه فندق الميزان. هذا الفندق هذا بعدا كان عنده واحد السميه قبل، عنده السميه ديال فندق ثلاث فحول. فندق ثلاث فحول. فندق ثلاث فحول. اييه، ومن بعد تسمى عليه الميزان، تسمى على الميزان. نقربوا هذا الميزان. يعني من بعد هو كان سميتو فندق ثلاث فحول، فندق ثلاث فحول، ومن بعد تسمى فندق الميزان على هذا الميزان. علاش اخويا منى رشيد؟ على حسب هذا الميزان اللي فيه. دابا هذا الميزان هذا دخل التراث ديال يعني دخل التراث الثقافي المغربي هنايا، وياخذ السميه ديال الفندق هنا، خد السميه ديال الميزان. يعني هو من بعد ما كان فندق ثلاث فحول تسمى فندق الميزان على هذا الميزان، لانه دابا الان لانه هو ميزان تاريخي وداخل في لي مونيمون، يعني في المئات المعماريه المراكشيه المغربيه. ولينا الشرف اننا نجيو عند خويا منى رشيد. انت قلتي لي هذا الميزان هذا قديم، شحال من عام عنده؟ هذا الميزان هذا تكون عنده اكثر من 300 عام. اكثر من 300 سنه، يعني هذا الميزان عنده اكثر من 300 سنه. اللهم بارك، اللهم بارك. والصنع ديالو جاي من المانيا. جاي من المانيا وجاي من المدينه ديال هامبورغ. جاي من مدينه هامبورغ، يعني اكثر من 300 سنه، وجاي من مدينه هامبورغ من المانيا لهنا لمراكش. الى شرفك مراكشيين الحمد لله. ها اللاسين ديالته هو هنا. هذا الطابع، هذا الطابع ديالو، هذا الطابع ديالو، هذا الطابع طابع تونسي مكتوبه فيه هامبورغ. هامبورغ يعني مدينه من المانيا. واحد المدينه كاينه في شمال المانيا، في الشمال ديال المانيا. الحمد لله، يعني من 300 سنه كيف ما قال لي الاخ منى رشيد انه هذا الميزان هذا جاء من 300 سنه، يعني ملي كانوا قوافل كيجيو، كانوا قوافل تجاريه وكانوا تعبروا فيه الصوف، كانوا تيجيو فيه لوطوب تبادل تجاري بحال هكا. تدير كيلو الصوف تعطيك كيلو ديال الزيت، ولا تعطيك كيلو ديال اتاي، ولا على حسب. يعني انا عطيتك الصوفه انت كتعطيني اتاي. وكانوا تيجيبوا معاهم الحوايج اللي ما عندش هاد الناس هادو هنا، وتيديو معاهم حوايج اخرى اللي ما عندش واحد الناس اخرين عاوتاني في مدينه اخرى. هذه هي ليستوار ديال فندق الميزان. هادشي اللي كاين. اللهم بارك. انا فرحانه لانه اخ منى رشيد كاين ناس قلال اللي كيعرفوا انه هذا الميزان والتاريخ ديالو. اييه، بالنسبه للناس اللي كاينين هنا، وبالنسبه للناس بحال اللي كيد غير ليكي، لانه كاين المغاربه. انا عارفه انني انا الاولى، انا كنتحدى شي واحد يكون جسور، انا الاولى جيت، لانه نتوما كعارفيني انا كنبغي بلادي، كنموت على بلادي، وبالاخص مدينتي مدينه البهجه مراكش. كنبغي نبين لكم جميع الحوايج اللي فيها رائعه، وتاريخنا العريق، تاريخنا كنسطر عليها، تاريخنا العريق وتاريخ مراكش الحمراء انه راه عندها تاريخ. وديما تنقولها لكم وكتقول لي في لي كومونتير، هادي راه من بين اقل القلائل اللي كاينين في مدينه مراكش. اجي راه قليل، وحنا راه مازال يلاه بدينا، راه باقي لي بزاف ديال الحوايج. ما كاينش شي بلاصه اخرى لا ما كاينش بحالو كاع. وعلى ما اظن على ما تيقولوا، والله هذه المعلومه ما حققتش منها مزيان، ولكن على ما اظن 60% تيقول لك بانه كاينين 6 في العالم بحال 6 في العالم اللي بقاو في العالم بحال. شوفوا تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. وهاد المكاين حتى هما ديالو هادو من قبل كانوا بزاف ديال الصعوبه، ولكن دابا بقاو غير هادو الاطفال مع دابا شفروها ولا مشاو، عرفتي يعني مع الزمان غير تعرضوا السرقه. كان ديك الساعه تيكون محلول المكان، ماشي بحال دابا تبارك الله لي سيكوريتي المسائل كلشي مزيان. وهادو اللي بقاو حيت الثقال، فهمتي؟ دابا غير هذوك ما تنقولوا هادو حيت الثقال ما بقاوش كيديو، ما بقاوش كيديو، بقاو هذا
هذا 50 كيلو ب 50 ب 20 في 30 يوم. اللهم بارك. وما هو كان عامر هنا في الصلوات تبارك الله. وكانوا ديك الساعه ملي كانوا يلقاو فيه التجاريه كانوا تيجيو واحد السوق هنا واحد السوق. يعني كان بحال الشكل تاع جامع الفلاح والله برا ديك الساعه تكون نفس السوق السوق. هنا كان سوق. وكانت واحد السقايه هنا كانوا تيشربوا منها حاشاك البهايم ديالهم. كانت واحد الريستورات تما فين كياكلوا الناس المهاجرين. كانوا جوج ريستورات. كانت ريستوران هنا الناس الاغنياء وكانت واحد الريستوران الناس اللي ما بحالنا البركه. وكان ديك الساعه الا بغى الا قبل ما يكملوا البيع والشراء ديالهم المسائل ديالهم اللي بقى فيهم هنا كانوا لي شومبر في الفوق تينعسوا فيهم. فندق. هذه كلمه مدارشه هي اللي بغيت نقول بغا يسميو، لانه دابا الناس هذه كلمه فندق انا كنعرف على علمي انه هنا في مراكش معروفه كلمه فندق هي فندق، هي اوتيل. هي اوتيل يعني فندق كانوا دي شومبر، يعني كانوا بيوت، كانوا يعني بيوت كي تنقولوا بويتات الناس اللي كيكونوا راحلين الله يستر كيجيو كيلقاو فين يباتوا اللي بعاد. الله يعطيك الصحه. دوك القوافل اللي كانوا تيجيو هنا لان هو هنا هذا الشارع كله فيه بزاف ديال الفنادق. من قبل كانوا شي 6 الفنادق ولكن دابا بقاو فيه شي 4 الفنادق هنا في الطواله ديال دار الباشا. وكانوا ديك الساعه تيجيو لقاو كان السوق هنا السوق في الاخر السوق في الاخر. هادشي اللي كان اللهم بارك. حنا فرحانين باقي محتفظين بتاعنا بارك الله عليكم. كان هذاك جيل على جيل جيل على جيل جيل على جيل على جيل. هذا هو الموروث الثقافي. اللي هذا هو الموروث الثقافي. وهذه هي الرساله اللي ديما كنقول لكم الزوينين الكبيدات الغزالين داخل وخارج ارض الوطن. اي واحد عنده واحد شويه من التاريخ ديالنا يحافظ عليه. حنا نوصلوه لولادنا وولادنا يوصلوه لولاد ولادنا ونحتفظوا عليه كامل هذاك مشعل غادي باش يبقى غادي. كل ما كنتو نتوما باكم وجدك وجدك ما غنجيوش حنا ونلقاو هذا الميزان. اللهم بارك. اخر كلمه تقول للناس كلهم اللي كيشوفونا فين كاين هذا الميزان باش يجيو يشوفوا. هذا الميزان تيتواجد في مدينه مراكش في دار الباشا. في دار الباشا الاسم ديال الفندق فندق الميزان. فندق الميزان. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكم عندنا من داخل الوطن وخارج ارض الوطن واللي جاي يجي يتقداو. شوفوا هنا راه كاينين بزاف ديال ساعه مبروكه ساعه مبروكه تبارك الله. هادو هما بجاوه، هادو هما بجاوه، هادو هما البجاويين. الله يخطيك فيهم الله يرشد. الله يكرمك. شكرا لك. اذا المشاهدين الزوينين الغزالين المحبين ديال مجلة ازناك اوفيسيال، ها انا جبتكم ووريتكم حاجه اخرى من مدينتنا، مدينه البهجه العريقه. وبقاو معنا باقي حنا عاد بدينا.